أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. تقول سمية: زوجة أخي دمرت حياتنا. كنا نعيش مرتاحين في بيتنا إحنا وأخواتنا وأخواننا. كنا 3 خوات وأخوين. كان أبي يوفر لنا كل شيء. تقول سمية: عمل لنا البيت الكبير، وعمل لنا السيارات، وعمل لنا كل شيء، ودرسنا وتخرجنا من الجامعات، وعملنا في وظائف مرموقة. هذا كله كان بفضل أبي. نعم، أبي كان رجل يعمل من أجلنا ويبذل كل شيء من أجلنا. تقول سمية: قرر أبي أن يزوج أخواني الاثنين، وأن من أجل أن يرى أحفاده، وفعلا زوجهم، والحمد لله أنجبوا كل منهما 3 أطفال. كلاهما قرر أن يخرج من بيت العائلة وأن يستقر لحاله. وكانت زوجة أخي الأكبر هي سبب المصائب جميعا. نعم، فقد مات أبي، وبعد ما مات أبي حصلت مشاكل بيننا وبين أخواننا الاثنين. كان أخي الأكبر أولا يقول: سوف نترك البيت العائلة لأخواتي حتى يعيشين، إلا أن زوجته لم تكن تقبل بهذا، فقالت: إنه هذا حقك الشرعي ويجب أن نتقسم البيت أو أن تبيعه. بينما أخي الأصغر كان محايدا ولا يتكلم بأي شيء، فقرر أخي الأكبر تحت توجيه زوجته اللئيمة أن يبيع البيت. حزنا كثيرا لأن ليس لدينا أي مكان نذهب إليه. البيت في وطننا معناه الحياة، معناه الاستقرار، معناه الأمان. أخي غمضت عينه زوجته وقررت أن تجبره على أن يبيع البيت بأي طريقة. حاولنا أن نتسلف وأن نتدين وأن نبيع كل ما لدينا من مجوهرات حتى نسترد البيت، إلا أننا لم نستطيع. قام وباع البيت وأخذ النصيب الأكبر هو وأخي الأصغر، ونحن البنات أخذنا النصيب الأقل مع أمنا. خرجنا إلى الشارع واستأجرنا إحدى البيوت، وتعبنا كثيرا وتبهدلنا كثيرا. الآن أخي يقول: لقد كنا سببا في مشاكل لأننا رفضنا البيع، والآن نريد أن يتكلم معنا ولا يعرفنا، والسبب زوجة الأخ الأكبر. لقد عانينا الكثير والكثير من زوجة الأخ. لقد بعنا بيتنا وحياتنا وكل شيء، وذكريات أبونا وأمنا. لقد شعرنا بالألم الكبير. وبعد ذلك اضطر خواتي الثنتين الأكبر مني أن يتزوجين حتى لا نكون عالة على أمنا، لأنه لا يوجد معنا مصدر دخل. فتزوجين الثنتين دون أن يحضر أحد من أخوتي كي يعقد بهن، وذلك هروبا من المسؤولية. رغم أن أزواجهن كانوا طيبين، إلا أن أخواني لم يكونوا هم مهتمين بهن. فتزوجنا بعد أن طلبنا من أعمامنا أن يحضرون العقد، وأخواننا لم يكونوا موجودين في الصورة. شيء مؤلم أن يكون لك أخا وسند وتغيره الأيام. أنا الآن أعيش مع أمي وحدي. يأتوني كثير من الخطاب إلا أن أستطيع الزواج. لقد كرهت الرجال وقد كرهت كل شيء. أريد فقط أن تنتهي حياتي قريبا، لأني تعلمت كثيرا في هذه الحياة. لا يوجد لي سند بهذه الحياة، لا أب. أمي فقط هي التي أهتم بها، لأنها تعبانة كثيرة من تعامل أخواني معنا. هل هي هذه الحياة؟ هل هي هذه الحياة؟ ألم وجرح وحزن، أحد يقف معك، لا أحد يكون سندا لك. لقد سئمت من هذه الحياة. حتى أخوتي الآن مرتاحين بالورث الذي ورثوه وعايشين حياتهم ولا يسألون علينا، رغم أن الورث هذا عبارة عن إيش؟ تكليف من الله لكي يهتموا بنا وبخواتهم. لكن لا، العكس، كأنه جاء لهم فرصة وحدهم، أخذوا الكبير وتركوا القليل. هذه قصتي هذه قصتي أنا سمية مع أخوتي ومع حياتي. كنا أجمل أسرة، أجمل عائلة مع أبي، رحمة الله عليك يا أبي. إلا أن جاء من يكسر ظهرنا ويأخذ مالنا ويأخذ كل شيء، ويأخذ حتى ابتسامتنا. أعمل الآن وأحاول أن أعيش. نعم، أحاول أن أعيش وأنا مكسورة القلب، احتراما لاسم أبي المخلد في حياتي، وذكرى له وللآخرين. فنصيحة مني لكل أخ: لا تقهر خواتك ولا تظلمهن، ولا أدري ماذا سوف يخفي لك القدر.
لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، وإنما أنتم اللي تظلمون. هو اختبار من الله. نعم، سأعيش أنا سنة سنتين ثم أرحل، ولكن لا يعلم الله ماذا سيفعل بكم. وأنا لم أسامح أحد منكم، أهاننا وجعلنا نعيش في الشارع في بيوت الإيجار وإهانة الإيجارات. هذه قصتي مع أخواني الذين باعوا بيتنا وذهبوا يعيشون لحالهم. إذا عجبتك قصتي اعمل لايك وشارك في القناة. تحياتي لكم.